بسم الله الرحمن الرحيم. خدت بالي في القرآن إن الرسل والأنبياء دايما بيستخدموا أسماء الله الحسنى في مواضع ومواقف معينة، يعني على حسب الموقف اللي هو فيه. يعني مثلا في الآية 127 من سورة البقرة، سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل بيبنوا بيت الله بأمر مباشر من الله، بس هم عشان فاهمين ان مش بشطارتهم، اوكي، مع ان الليفل عالي ده سيدنا ابراهيم، يعني ابو الانبياء الخليل اللي احنا ماشيين على المنهج بتاعه. قال ايه بقى في الايه؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. عشان هو عارف ان مش شرط ان العمل يتقبل الا لو كان من جوه العمل ده خالص لله، فطلب من اسم الله السميع واسم الله العليم القبول. ليه بقى؟ السميع هو سامع حديث النفس وعارف الليفل بتاع نفسك مستواها فين، هي نفس أمارة بالسوء ولا مطمئنة، اوكي؟ والعليم هو عالم بالنية في قلبك عاملة ازاي، فانت لو مظبوط من جوه، اوكي، بتضمن للعمل القبول، اوكي؟ مش باصص يعني الموضوع مش ظاهري خالص، الموضوع كله جوه، انك انت السميع العليم. لو رحت للآية اللي بعديها 128 هتلاقي اسمين تانيين، طلب وطلب واسمين تانيين. يلا روح بقى تدبر الآية 128 وبقى قول لي كده رأيك ايه في الكومنتس، واتمنى لكم يوم حلو ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.